يعني قبل كم سنة؟ 16 سنة كذا لولا زوار من القطيف من القديح ساكنين في فندق، اياهم بنية صغيرة من الدور الثالث، تقول له باب ابوها بابا اتب، قال لها لا تبي انتبهي لا تطيحي، عودت ثانية اتب انتبهي بتفاصحي، عودت ثالثة اتب، قال تتبي فكيني لوجه الله. هو فهمت كلام ابوها اتب، فهمته صح، رمت روحها. يقول ابوها انا ما تصورت بترمي روحها، وصلت الارض خلاص انتهى موضوعها. شلناها الدم من انفها ومن خشمها، ماتوا تعيشناها في شرشف. العام 19 انا هناك موجود، ودوها مستشفى الحسين باب قبلة العباس، اخذوها قال انتهي الموضوع عمي، ودوها الاشعه كسور مضاعفه الله يكفي الشر في الجمجمه، والدم يطلع وماتوا تعي، وموضوعها منتهي. الساقين والفخذين والكتفين تكسروا رمرمه. ابوها قام يلطم قال ام وينه؟ لا من سفاره سعوديه لا من قائم بالاعمال، انا جاي بدون تصريح، وايش اسوي في عمري؟ يكتبوا شهاده وفاتها. قامت عراقيه تركض قالت بابا هاي ما لها الا 7 القنطره، هادي ما لها الا 7 القنطره دي، اهنا مكانه ما هو صواب وخيطوه، لا اهنا 7 القنطره اهنا. قال لها وش اسوي؟ قالت روح الى سيد فلان واحد يشتغل في الحرم، خليه يفتح باب السرداب يجيب لك ماي من عند ابو فاضل. راحوا دوروه، بعد شويه الله حصلوه قريب الساعه 11 الظهر، جابوا الماي وصلوه المستشفى، عطوه. قال للعراقيه قال لها انتي نعطيها الماي، عطتها الماي مسحتها، الا البنيه قعدت وقامت تبتسم، وقاموا يطالعها امها وابوها ودموعهم تجري على خدهم. انتبه انتبه، بعد حاجة شيعي، اذا عندك حاجة الحين حاجاتك، اللهم بحقه اقضي حوائجنا يا الله شافي مرضانا. شوية جد دكتور جايب شهادة الوفاة، شاف البنية قاعدة طبيعي، اول دمعت عيون الدكتور، ما علموه له وش سوينا ما سوينا. تدري وش قال الدكتور؟ قال بابا زاير انت رحت لابو فاضل، انت رحت لاخو زينب. قال له ليش؟ قال هاي شغل 7 القنطرة، هاي شغل اخو زينب. طلعت والطفل يبكي على يديها،